هل تعلم أن أحلامك ورسوماتك وحتى أساطير الشعوب تحمل أسرار نفسك العميقة؟ هذا ما يكشفه كتاب الإنسان ورموزه لعالم النفس كارل يونغ. الأحلام ليست مجرد صور عشوائية، بل رسائل مشفرة من عقلك الباطن، والرمز في الحلم لا يترجم حرفيا، بل يفتح لك بابا لفهم أعمق لذاتك. كارل يونغ يقول: الرموز ليست ملكا لفرد واحد، بل إرث إنساني مشترك، نجدها متكررة في الأساطير والديانات والفنون، ويسميها يونغ النماذج الأصلية. من هذه النماذج الأنيما والأنيموس، أي الجانب الأنثوي والذكري في النفس، والظل، وهو ما نخفيه أو نرفضه داخلنا، ثم الذات الكلية التي ترمز إلى التوازن والتمام النفسي. الأمراض النفسية عند يونغ ليست مجرد اضطراب، بل غالبا تعبير عن انقطاع بين وعيك ولا وعيك، والتحليل النفسي يساعدك أن تفهم رموزك وتعيد دمجها في حياتك. وباختصار، الإنسان لا يعيش فقط في وعيه المباشر، بل في شبكة رموز متوارثة تمنحه المعنى والاتجاه. وهنا تكمن قوة كتاب الإنسان ورموزه.